وهاي كانت أجواء لعبة ريال مدريد في شارع الإسكان في أربيل. راح أترككم ويا بعض المقاطع بأصواتها الحقيقية وأخليكم تستمتعون. الأجواء كانت كلش رهيبة والحضور كلش رهيب، ما أتوقع حضروا بداخل الملعب بقد اللي حضروا بشارع الإسكان. منو كان بالإسكان؟ خليه يكتب لي. طبعا وهنا خلص الشوط الأول وبدأوا يحتفلون شوية لحد ما يبلش الشوط الثاني. انتو شنو كانت توقعاتكم للنتيجة؟ اكتبوا لي. وهنا بدأ الشوط الثاني وكنا متحمسين ونريد نشوف النتيجة بعد ما الله فكنا من هدفين بالشوط الأول. حبيت أصور لكم هذا المكان، كانت قناة NRT موجودة طبعا ودا تصور، وهذا الحضور قدامكم، وحبيت أصور لكم هاي الحبشكلات وهاي السوالف والشايات. وكان يجي الهدف الأول بهاي اللحظات. 1-0 انه يعاني ويتألم امام بورussia دورتموند وعارف حتى كم حبة على الكيك. وبين ما احنا فرحانين بهدف ريال مدريد راد يجي هدف مفاجئ على ريال، بس الحمد لله الله ستر وعداها. اكتبوا لي شنو رايكم باجواء الاسكان، ورايحين للاسكان قبل لو لا؟ بس بلشت اللعبه هنا تصير اعصاب، بدينا نحسب الدقيقه ثانيه وريتها بس تخلص ما عاد تخلص، وصارت هجمات على ريال مدريد بالفتره الاخيره. وهنا اجى هدف والحمد لله طلع تسلل. طبعا لزمنا قلوبنا كنا. لصالح ريال مدريد. وهنا اجى الهدف الثاني لريال مدريد والفرحه لا توصف. اكتبوا لي شنو كان شعوركم من اجى الهدف الثاني وش قد كنتوا تتوقعون النتيجه. وهنا كنا دنباع المباراه ومستمتعين انا وخالي. ارقص 10 بلقب دوري ابطال اوروبا، اللي يضحك يضحك واللي يفرح يفرح واللي يبكي من الفرح يبكي. وهنا فاز ريال مدريد وراح اترككم ويا لقطات الاحتفال بصوتها الحقيقي.